السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ النهارده هناخد يعتبر فيديو هام جدا، ازاي ان انا اسس ابني من البداية ان هو يكون متقن الحروف تمام. اول حاجة ان انا همشي مع الطفل على المبدأ اللي احنا ماشيين عليه ده في كل الحروف تمام، وليكن احنا بادئين بحرف الالف، يبقى بعد كده هنبدأ بحرف الب، وبعد كده الت والس والى نهاية الحروف تمام. اول حاجة هعرفها لابني ان هو ازاي يكتب الحرف. هنقول له ايه؟ انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. انزل 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 لحد السطر نص دايرة وشرطة مايلة. ماشي، دي بالنسبة اول حاجة ان انا اعرفه له ازاي يكتب الحرف. تاني، انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. ولازم يعرف ان في مسافة بين الواحد مثلا اللي هو ده وبين الهمزة، ماشي، يبقى عارف مسافة، لان لو احنا شبكناها في بعضها تبقى عاملة زي حرف الاف، تبقى دي غلط تمام. دي اول حاجة. تاني نقطة، هل يمس ان انا مثلا في اول الحروف هعرفه حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر؟ لا طبعا، ده مرفوض تمام. اول حاجة هعرفه له ان يكتب ازاي يكتب الحروف كلها ازاي يكتب الحروف كلها، وبعد ما يخلصها نبدأ نعرفه الحركات. طيب، هل يمس ان انا ابدا ان انا اعرفه الحرف في اول الكلمه وحرف في اخر الكلمه وحرف في نص الكلمه؟ لا طبعا. كده انا بشتت انتباهه. لا، احنا هنبدا واحده واحده معاه. طبعا هو انا ببدا اعرفه ان ازاي يكتب الحرف كده زي ما قلنا، انزل 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 لحد السطر نص دايره وشرطه مايله. وطبعا بديله واجب في الحضانه ان هو يكتبه زي ما انا معلمته ان هو يكتب. طيب، هنيجي ناخد هنا تمارين على حرف الألف عشان يركز المعلومة ويخلي المعلومة تركز في دماغه. فهنقول له ضع دائرة حول حرف الألف. هيقول حرف الألف أهو يا مس، أهو هو ده حرف الألف. أرنب، حرف الألف أهو. أسماء، هو ده حرف الألف. طيب، أما أجي أقول له هنا وصل فين حرف الألف، لازم أعرفه عشان يبقى هو اتأكد إن إحنا عرفنا إن هو يعرف كتب الحرف وفهمه. هنقول له حرف الألف فين؟ هيقول له هنوصل أهو حرف الألف أهو، وحرف الألف أهو برضك، هو ده حرف الألف، عشان نعرف ان هو اتقن الحرف صح. طيب، هنيجي هنا في تمرين تاني بيقولك اتبع النقاط. هنخليه ننقط له لو هو مش عارف يكتب، ونقول له اكتب زي ما احنا بنقول لك. هنقول له انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. تاني، انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. انزل 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 لحد السطر ونص دايرة وشرطة مايلة. تمام. يبقى اول حاجه بعرفها له، وهنقيس على كده بقى كل الحروف. هنديله بقى تمارين بنفس الطريقه ديت، ان هو كل ما يخلص حرف نديله تمارين عليه، كل ما يعرف ان هو يكتب حرف هنديله تمارين عليه. ماشي، وهنمشي له بالطريقه دي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.